هلو جايز، كيفكم؟ شو اخبار؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم جاي لكم بفيديو جديد وبدراما جديد. عسى ما بلش الفيديو تستعملوا لايك وسبسكرايب، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، حطوا لي سماعاتكم ويلا خلينا نبلش بالفيديو. اليوم رح نحكي عن دراما جديدة صايرة بين تالا وسارة. لازم يخرب علي هذا الولد لازم يخرب علي. انا ما بفهم نص تصوير كلها. ويلا اوكي، اللي بعرفه انا ببداية القصة انه تالا كانت عم تحتفل انه هي وصلت توب 1 بالتيك توك، وبنفس اليوم كانت سارة عم تحتفل كمان بوصولها ل5 مليون على التيك توك. ففي حدا ما اعرف مين، في ناس عم يقولوا انه في واحد اللي هو موصلها لتالا توب 1 هو اقترح لها فكرة انه تلبس فستان عرس وتروح تحتفل باليخت. في ناس عم تقول انه سارة او اختها لسارة هي اللي اقترحت لتالا انه تلبس فستان عرس وتحتفل باليخت. المهم تالا لبست فستان عرس وراحت تدور على يخت مشان تحتفل بوصولها للتوب 1، بس ما لقت يخت تحتفل فيه لانه كانت الوقت كتير متأخر، كانت الساعة 2. والله معليش، كنت مجهزة اني على اساس يعني انزف بيخت وزي كذا. شايفين بعد لو سمحت شوي هذا اليخت، وطلع مقفل، طلع يقفل 11 وانا حاجزة وكذا، كنت بسوي شيء فخم. فمدري بنحاول نشوف حل، واذا ما لقينا عاد بنأجل الموضوع لبكره حق التوب 1 وكذا. ايش اسوي؟ اصور رب الكعبة نفسي خاص شانت. طبعا هذا الحكي 23/5/2022، يعني قبل 3 سنين. فاتصلت على رفيقتها قالت لها ما في يخوت، شو بدي اسوي؟ رفيقتها قالت لها تعالي عندي على البيت. قالت لها شلون بدي اجي لعندك على البيت؟ الوقت كثير متاخر، ما حلو، عيب ومدري ايش. المهم رفيقتها دخلت عليها كثير لحتى تجي لعندها، وبالاخير تالا وافقت وراحت لعندها. وهون القصه بلشت. ما استقبلوا تالا، اختها رفيقتها قاعده تتنمر على تالا، قاعده يشبهوها وقتها اسم لاعب، صراحه انا نسيت اسمه بس هو لاعب سعودي. اسم اللاعب مسعود أوزيل. المهم صار يتنمر عليها، يقولوا له مسعود أوزيل تزوج، وهي تضايقت الصراحة للأمانة، لأنه هلا هو شوفوا هذا غلط صح، نحن ما بصير نتنمر، لأنه التنمر على الشكل بالذات شيء كتير غلط، لأنه ما بقدرة الإنسان إنه هو يخلق شكله ويختار كيف تكون بشرته أو يكون شكل وجهه أو لون عيونه أو هذا الشيء بقدرة الله هيك خلقه. المهم في فيديو تعالوا نشوفه لما صارت هاي القصة. صحيناها من النوم لربع، قلنا لها قومي مسعود أوزيل تتجوز. خلاص قلنا لها قومي، قلنا لها قومي تعالي. شايفين يعني حتى تالا هي تضايقت، مبين على وجهها انه هي متضايقة، يعني انه هي ممكن تكون معتبرتها مزحة، بس في مزح تقيل ما بنقبل الصراحة، وما اي حدا بيقدر يتحمل مزح. تزوج مسعود. ما يضحك. هاي تاني مرة وتالا حاولت تسيطر صراحة. مسعود خلاص مو وقته. مدري مسعود أوزيل أو شيء. أوزيل صح، أوزيلة. والله ما حلو، يعني ما بصير. ما يضحك. بالعكس طالع شكلي كثير حلو، بس إنه شيء غريب يعني علي، فهمتي؟ والله شكلي كثير حلو بس إنه حاجة غريبة، يعني عادي كل الناس ترى مو بس أنا. اوكي هلا هي كانت عم تقول انه كل الناس تنمروا عليها انه هي بتشبه مسعود أوزيل، مو بس هي. هذا الشيء بيختلف الصراحة، لأنه مثلا إذا متابعين قاعدين عم يتمسخروا، هلا هو أكيد يعني شيء غلط، ما شيء حلو، بس يا جماعة الشغلة بتكون أهون من لما حدا يكون عم يتنمر مثلا وجه لوجه، وممكن مثلا يكونوا رفقات قريبين من بعض، بيعرفوا بعض من فترة كتير زمان، فهذا الشيء رح يكون لسه أصعب. عرفتوا شلون؟ هون تالا قررت إنه هي تاخد حقها بإيدها بعد 3 سنين. خلينا نشوف شو بدها تحكي. هذا هو مقطع مأخوذ من بث أنا بثيته قبل 3 سنوات، تخيلوا. ورغم مرور المدة الطويلة جدا هذه عن البث، إلا إنه الناس إلى الآن ما زالت تتداول مقاطع مقصوصة من البث هذا، واللي زعلني بالموضوع إنهم يغلطوني أنا بشكل. السبب اللي خلى تالا انه هلا ترد على الموضوع وتحكي فيه، انه لهلا في ناس بتقعد تحكي بالموضوع، لهلا في ناس تاخذ مقاطع من هذا البث وبحط الحق عليها انه هي غلطانة، انه ليش يعني لحتى تروح عند الناس الساعة 2 بالليل او الساعة يكون وقت متأخر. طبعا انا ممكن اكون غلطانه بالسالفه هذه، انا ما حانكر، لكن الشيء اللي انتم ما تعرفوه انه انتم ما تعرفون الا ربع السالفه بس، 3/4 السالفه الباقيه. انا واخيرا
قررت أقولها لكم اليوم. ليش؟ لأنه يقال أنه الساكت عن الحق شيطان أخرس، فما بالكم باللي تسكت عن حقها 3 سنوات. لكن إني أنا أتواصل معاك قبل كم يوم وأكتب لك جريدة أعبر فيها عن قد إيش أنا متضايقة من إنه فانزاتك ومتابعينك أنت ينزلون المقاطع هذه عني، وأطلب منك بشكل شخصي صديقة إنه أنت تخليهم يوقفون هذه المقاطع وأنت تقرأين كلامي وما تردين. فالشيء هذا صراحة راح يجبرني إني أنا أطلع وأرد بدون أي إساءة. الشيء اللي كان المفروض رفيقتها انه هي تساوي انه تهديها على الاقل، انه ترد عليها، ما تتركها هيك. وهن رفقات من زمان، انا بعرفهم من زمان، يعني ما حلو صراحة. هذا هو القرآن قدامكم. أقسم بالله العظيم إنه أي كلمة حتنقال بهذا المقطع إنها حقيقية وإنها فعلا صارت. وأقسم بالله إنه على الرغم من كل اللي صار أنا ما زلت إلى الآن أعز وأقدر وأحترم الطرف الثاني بالقصة، وما أعتبرها صديقة وبس، أعتبرها أخت وهي فاهمة. اوكي، لا هيك صار عن جد الموضوع جد. جايز هي حلفت على القرآن انه كل شيء بده ينحكى بهذا الفيديو هو حقيقة. أنا 3 سنوات وهم يتداولون المقاطع المقصوصة هذه من البث ويطقطقون علي ويكتبون كلام ما ينكتب، ومو بس أنا اللي أشوف هذا الكلام، أنا وأهلي، ومع ذلك أنا أسكت عشانها. لكن إني أنا أطلب منك بكل احترام إنك توقفين فانزاتك، لأنه آخر فترة ما حد جالس ينشر المقاطع هذه إلا فانزاتك وتتجاهليني، فمعلش أنا هنا لازم أرد، مو عليكي، أرد عليهم. طالما أنت ما تبغي توقفيهم أنا حوقف. المهم قلت لهم اللي صار، قلت لها هي وأمها كانوا وقتها موجودين، وقلت لهم كيف ممكن أخذ التوب 1 بطريقة مرة حلوة. ووقتها الأم الله يحفظها يا رب هي اللي اقترحت علي هذا الاقتراح وقالت لي انزفي للتوب 1. قلت لها كيف يعني انزف للتوب 1؟ قالت لي يعني البسي فستان زفاف وزفي نفسك للتوب 1. انا اتس ا جود ايديا. انا قلت لكم هذا الشيء بس ليش؟ عشان ما تقولوا لي انه رحتي لهم بفستان زفاف، هم اللي عرضوا علي الفكره. اوكي، اللي حكيته هي انه ام رفيقتها هي اللي اقترحت عليها انه تلبس فستان عرس وتروح تنزف. طيب هلا نشوف الرد اللي صار من رفيقتها. وبكى سبقني واشتكى. يعني الصراحة أنا مرة متفشلة من نفسي إنه ممكن أو أسمح لنفسي إني أنشر كذا مقطع، بس فلانة تعدت الخطوط حقتها. كان عندي صديقة، خلينا نسمي هذه الصديقة فلانة جيت استقبلتها في بيتي شهر كامل محمولة مقفولة. والصراحة يعني متفشلة إني أقول لكم ذا الكلام، لأنه يعني لا من عاداتي ولا من تقاليدي إنه أنا أتكلم وأمن بهذا الشيء، بس هذه الإنسانة هي اللي خلتني صراحة أوصل لهذه المرحلة. تطلع وتقول إنه مامتي هي اللي قالت لها أو اقترحت لها فكرة الفستان. حابة أقول لك مين اللي اقترح فكرة الفستان؟ نفس اللي طلعك هو توبون، هو نفسه اللي اقترح فكرة الفستان. وقلتي تبي تلبسيني زيك فستان، بس أمي رفضت وقالت لا، هذا مو شيء يعني الصراحة ينعمل عليه ترند. كنت وقتها فاكة بث حالي حال نفسي وقاعدة أحتفل بال5 مليون حقتي. فلانة ما جات وقالت لي إلا يمكن قبلها بساعة أو شيء زي كذا، إنه مو قبلها بيوم تقول لي إنه أنا جاية عندك البيت أكمل الحفلة عندك. لا ما حد قال لي. وكان وقتها بثي ترى يمكن 3 الفجر 4 الفجر، أهلي نايمين، أهلي بسابع نومة. ففجأة يندق الباب، في تصير زعزعة وتصير فيه هيك ضجة في البيت، يصحوا الأهل بيتفاجئوا بفلانة داخلة بفستان زواج. كي عم تقول إنه تالا هي اللي إجت من حالها لعند بيتها لحتى تكمل الاحتفال عندها بالبيت. يعني هم كتير بيمزحوا مع بعض، وفلانة يا ما قالت لها يا بقرة، يا ما قالت لها يا دبة، عادي يعني هذا الكلام بينهم، تمام. وراء الكواليس كانوا الإنسان اللي يشبهوا فلانة فيه نفسها فلانة تتكلم قدامنا وتضحك وتورينا الكومنت وتقولوا واو بنات كيف جابوا واحد يشبهني مرة. بعدين هي شافت انه البث كثير فيه له ناس، هل يمشي؟ لا والله ما يمشي، حسوي دراما. فسوت دراما وقالت كل هذا الكلام مع انه المقاطع موجودة، واحنا نقول لها ما تطلعي من البيت الان، هذه الساعة 3 أو 4 الفجر ما تطلعي من البيت ولا نسمح لك تاخدي اوبر، يعني بهذا المنظر ما بيصير تطلعي انت من بيتنا. فاحنا ما طردنا احد. المزحة احيانا بتصير ثقيلة، وخصوصا اذا مثلا الطرف الثاني ما تقبلها، وخصوصا اذا مثلا كان عم يتشبه هذا الشخص بانسان ما عرفت شلون. فما حلو حتى لو القصة مثلا كان ممكن مثلا هي ما تقبلت هذا الشيء من اول حاجة دخلت لعندنا فلانة مع احد عساس انه اخوها، بس هو ما هو اخوها، طلع بالاخير في يوم من الايام اغمى عليه وهو في المشفى وبين الحياة والموت على الساعة كم؟ على الساعة 12 1 الليل. قامت سوت دراما بالبيت واشتعل البيت، اما انا اخويا يا سارة روحي معايا عشان الان في الليل ما اقدر اروح معايا مع نفسي، روحي معايا.
صحى بابا على الأصوات وقال خلاص أنا أوديكم كذا بعين مقفلة، يعني إنه إيش؟ إنه هيك بابا إنه ما حيخلينا إحنا بنات نطلع لحالنا هالساعة وهيك. المهم فجأة صارت تتلعثم بالكلام، معلش جاء أحد دق الباب. المهم سوت الدراما وتلعثمت وقالت خلاص أروح الصباح. مشى الموضوع مشى لين خلاص يعني فلانة راحت مكان تاني وما عرف ايه. صباحية عيد الأضحى يندق باب بيتنا، يدخل لعندنا فلان اللي على أساس كان أخوها، ويقول لأبويا الله يخليك تدخلني أعتذر منك، أنا لا قاعدة أتوفق بدراستي ولا قاعدة أتوفق بحياتي علشان الشيء اللي كنت ناوي أسويه في بنتكم أنا وفلانة. فلانة كانت ناوية تاخذني مكان، هذا المكان يعني ما راح اقول لانه في اطفال يتابعوا اكيد هذا الفيديو، وتصورني بهذاك المكان عشان تستخدمه ضدي. ابوي سأل انت ليش سويت معاها كذا وانا ليش لازم اسامحك؟ قال له والله انها كانت ماخذه فلانه مني 5000 وما هي راضيه ترجع لي اياها لين اسوي معاها التمثيليه قدامكم انه انا اخوها. يا فلانة أنا جدا أعتذر إنه في يوم من الأيام الوالدة اللي حكيتي عنها وكذبتي عليها وحلفتي على المصحف، ومعاكم حق يا جماعة المفروض وإحنا ملزمين أي أحد يحلف على المصحف نصدقه، بس نستنى العقوبة الإلهية. الشغل اللي صايرة هي موضوع، طيب هذا الموضوع المفروض نحن نفتح نشتغل عليه. إذا صار في مشكلة نحن نحاول إنه نحلها، نحاول إنه نفهم العالم شو صاير بهذا الموضوع، ما انه نجيب موضوع تاني ندخله ونقعد نفضح الانسان ومدري شو. برأيي المفروض كانت انه تحكي عن الموضوع هذا وتفسره احسن من انه تفسر موضوع تاني هو ما له علاقة. المهم ترى لحد الان يعني هي مستمرة بالرد، في رد كتير يعني ملفت للنظر. ما تبون الصدق، قسما بالله العظيم اني انا امس كنت ابغى اقفل السالفه هذه، حتى قلت لنانا لانه انا ما توقعت ابدا انه اللي انا حناقشها تطلع بهذا المستوى المتدني وتبدا تجيب طاري الشرف وتجيب طاري اهلي والتربيه وامي الله يحفظها. خلاص كنت ابغى اقفل السالفه، لكن انك ترجعين لعادتك القديمه واللي هي التنمر فمعليش. انا مو نفسها تالي اللي قبل 3 سنوات سكتت لكم على كلمه مسعود اوزيل، انا هالمره حرد وردي ما حيعجبكم. تعالوا نشوف مع بعض اوتفيتاتي وملابسي لليوم. اول اوتفيت عندنا لليوم اللي هو هذا الاوتفيت. صراحه يا جماعه الاوتفيت هذا عجيب، والصوره اللي فيه تمثل بشكل خاص الكبيره لانها ما شاء الله يعني حرفيا. اوكي تعالى حبت ترد على الموضوع اللي هي حكت عنه رفيقتها بس بطريقتها. طيب ايش عملت تيشيرتات وحط عليهم صور. طبعا تعمدت اني انا احط الصوره هذه على التيشيرت الاسود هذا لانه يمثل سواد قلبها. ثاني اوتفيت عندنا لليوم اللي هو اوتفيت البقرة الضاحكة. ما شاء الله يا جماعة نسخة اللي بالكم، قسما بالله تشبهها أكثر منها. تدرون أنا أجمع زوجة شريك والبقرة الضاحكة بصورة سوية وهذا اللي طلع معي، أو ما أدري إيش رايكم؟ حبيته. أخيرا تيشيرت الكوين. طبعا يا جماعة التيشيرت هذا أنا ما أقصد فيه نفسي، أنا أقصد فيه وحدة يعني حتنصدمون إذا أنا تكلمت عنها اليوم، لكن شي زري الكوين. اوكي ما اعرف مين هاي الصراحة، بس اتوقع هدوليك يعرفنا مين. اوكي ما اعرف الصراحة شو ممكن يصير لبعدين، لسه ممكن الطرف الثاني يطلع يرد، ما بعرف شو I don't know. بس هذا كان فيديو اليوم. اكتبوا لي شو رأيكم تحت بالكومنتات، وراح اقرأ كومنتاتكم كلها. وبس لا تنسون لايك وسبسكرايب وسلام.